الفردتين بقوا في الهوا، هيتصرف ازاي؟ الراجل ده حب يعمل مرشدير، برضو العربية زي ما هي ثابتة، الفردتين بيلفوا على الفاضي. هيتصرف ازاي؟ اتفرج العبقري ده هيعمل ايه بالظبط. نزل بره العربية وشاف وقال لك ايه الورطة والقرف اللي انا وقعت فيه ده، بس فكر في فكرة جهنمية جدا على فكرة. جاب الكوريك بتاعه وجاب الحبل، ونشوف الراجل ده هيعمل ايه في الورطة دي، وخصوصا اللي هو لوحده في المكان ومفيش اي حد يساعده. فجاب الكوريك ورفع العربية زي ما انت شايف كده، وجاب الحبل بتاعه وربطه في الفردة اللي قدام، اللي هي طايرة في الهوا، اللي مش عارف ينجز فيها اي حوار. المهم ربطه تمام التمام. وكمان ده مش كده وبس، ده ربطها كمان في الفردة اللي ورا. يا ابن اللعيبة شكلك هتعمل اختراع عبقري. وجاب ادي حجر اتنين تلاتة اربعة ورصهم فوق بعض وحطهم تحت العربية. حلو. وجاب الحبل بتاعه وربطه في الكاوتش اللي ورا. شكله هيعمل اختراع عالمي. المهم خلينا نركز. ظبط الحبل بتاعه مع الفردة اللي ورا والفردة اللي قدام وفك الكوريك. هتعمل ايه يا هذا الرجل؟ ها، ده مسكتش لغاية كده، ده رايح كمان الناحية التانية. هيعمل نفس القصة بالظبط. هيرفع العربية بالكوريك وهيجيب الحبل وهيربطه برضو في الفردة اللي قدام زي ما احنا شايفين كده. حلو قوي الكلام ده. ده بقى هيعمل لك ايه يا صاحبي؟ يعني انا عاوز اعرف ايه اللي هيحصل. خلينا نتابع الراجل ده، لان بجد اللي حصل معاه ما كانش متوقع خالص على فكرة. وجاب دي حجر اتنين تلاتة اربعة وهيحطهم برضو تحت العربية. حلو الكلام ده. والحبل بتاعه ربطه في الفردة اللي قدام، وبرضه نفس القصة اللي عملها في الناحية التانية عملها في الناحية دي، ولفوا على الكاوتش زي ما احنا شايفين كده. وبعدين يعني اللي معروف اللي بيحصل كده لازم عربية تشده من ورا. الراجل ده عمل اختراع حلو قوي من غير ما يحتاج لحد. بس يا ترى هينفع ولا دي اشتغالات ولا ايه؟ فك الكريك بتاعه. حلو. وركب العربية. ها، ايه اللي هيحصل؟ دورت وجه يعمل مرشدير. ها، ها يا ابن الجنية.